السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد المملحة اللي كتجي على شكل سيجار وغير بالمسمن بلا زبدة بلا عجين مورق، وكتجي مقرمشة وكتبقى مقرمشة واخا تبقى حتى الغد لي كتبقى فيها نفس التقرميشه. نتمنى يعجبكم الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه اللي ما مشتركش، وشكرا لكم على الدعم. مرحبا بالجميع. غنمر على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. غناخذ هنا 2 كيسان ديال الفينو، 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، لا كاس ديال العنبه. غنضيف هنا واحد الخماره ديال الحلوى ديال 7 غرام. غنضيف هنا معلقه ديال الملح، وغادي نضيف هنا 350 مليلتر ديال الماء. اللي بغى يعبر الماء، اللي ما بغاش غيبقى يزيد الماء شويه بشويه حتى تجمع معاه العجينه. العجينه ديال المسمن كتبغي تكون قاصحه ما تكونش جاريه. الماء يكون دافي ما يكونش سخون بزاف. صافي وكنبقى نجمع العجينه هكا. باش العجينه تغلبوا عليها وتجيكم ساهله في الدليك، تخليوها هكا ملي تجمعوها تخليوها تغطيوها وتخليوها ترتاح واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق، وعاد باش ترجعوا تدلكوها. صافي غطيتها خليتها ارتاحت واحد شويه، ودابا رجعت كندلكها. صافي كنبقى ندلك العجينه حتى كتولي هكا كتبان لكم رطبه. اللي عنده العجانه يديرها في العجانه ويدلكها واحد 5 دقائق. صافي من بعد ما دلكت العجينه غندهنها بواحد شويه ديال الزيت نباتيه، وغنديرها في واحد البلاستيك هكا بلاستيكه نخليها ترتاح ونمر باش نوجد الحشوه. غناخذ هنا واحد 250 غرام ديال الشعريه الصينيه، غنضيف عليها الماء طايب ونخليها على جنب ونمر باش نوجد الحشوه. غناخذ هنا واحد المقيله غندير فيها زيت الزيتون، وغنضيف هنا واحد 4 ديال البصلات، 4 ديال البصلات مويان مشلضين، وغنضيف هنا واحد 2 فلفلات الوان. خديت وحده حمراء وحده خضراء، كيف ما تقدروا تكتفيو حتى لا عندكم غير لون واحد ماشي مشكل. صافي وكنضيف هنا واحد 250 غرام ديال الكفته. صافي كنضيف هنا الملح، كنضيف هنا التوابل اللي بزار، عندي البابريكا او التحميره، عندي الكركم، وعندي السكينجبير معلقه صغيره معلقه صغيره. صافي وكنحركهم هكا مزيان حتى كيطيبوا. من بعد ما كيطيبوا كنضيف هذيك الشعريه الصينيه من بعد ما صفيتها وغنقطعها كيف ما بان لكم في الفيديو. صافي وكنضيفها هكا كنحركها حتى كينسجموا لي هذوك العناصر كلهم. صافي ملي كنضيف الشعريه الصينيه صافي كنطفي البوطه، غير كنحركهم هكا شويه نطفي البوطه، وكنضيف القزبر والمعدنوس تقريبا واحد المعلقه كبيره. صافي كنحركهم وكنخليهم على جنب يبردوا، وكنمر باش نورق المسمن ديالي. غناخذ العجينه من بعد ما ارتاحت، شوفوا كيفاش كتجي زوينه. ملي كترتاح العجينه ديما ديال المسمن تخليوها ترتاح، كل ما ارتاحت كتجينا ساهله في التوراق. صافي غنقسم هاد العجينه، غنقسمها على 8 ديال الكريصات هكا. كنغطيهم هكا بهذيك البلاستيكه باش يرتاحوا شويه. وكناخذ هنا الزيت النباتيه وكنضيف ليها 2 معالق ديال المايزينا. هذا هو السر اللي كيخلي لنا داك المسمن كيجي مورق ومقرمش. صافي كنبدا نورق المسمن ديالي. كنورقو عادي كيف ما كنورقو المسمن، هذاك المسمن مربع كنورقها وكنطويها. وانا كنورق كنبقى ندهن بهذاك الزيت وهذيك الزيت اللي خلطته مع المايزينا. صافي كندهنها انا بواحد شويه ديال داك الخليط وكنطويها. صافي كنبقى بهذه الطريقه حتى نكمل المسمن ديالي كامل. ها هو كيف ما كتشوفوا من بعد ما ورقته كامل.
غنحطو على جنب وغنبدا كنعمر. غنحتاج هنا العماره اللي وجدت معاكم من بعد ما بردات، واحد شويه الفرماج اللي ما بغاش ما يديروش، اختياري. صافي كنورق هكا المسمنه. بحال كيف كنديروا المسمن، يعني ما كنحتاجوش نورقوه بزاف ولا كيف ما كنقرصوا المسمن عادي. كنقرصها وكنبدا كنعمرها بشويه ديال، كناخذ شويه العماره وكنعمرها. صافي كناخذ هكا العماره كنسرحها في وسط هذيك المسمنه، كنضيف شويه ديال الفرماج وكنلويها على شكل سيجار هكا كيف ما كيبان لكم في الفيديو، راه هو واضح. كنحاولوا نقادو هكا من جناب لبانت لينا خرجات هذيك العماره. صافي وكنحطها في اللاطه من بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت. وكنعاود تاني ندير معكم واحده اخرى هنا. غادي نسرح المسمنه هكا، يعني كيف كنسرحوا المسمن عادي. هو من الاحسن تخليوه حتى يرتاح باش كيجي ساهل في الطوراق. انا هنا ما خليتوش يرتاح لان كنت شويه مزروبه. صافي وكناخذ العماره كندير فيها كنسرحها هكا، كندير شويه الفرماج وكنطويها على شكل سيجار، يعني الطريقه واضحه. صافي وكنحطها في اللاطه وكنبقى بنفس الطريقه حتى نكمل المسمن ديالي كامل. هنا من بعد ما ساليت المسمن كله عمرته، غادا ناخذ واحد الموس وغادي نقطعو على 3. انا هنا قطعته على 3، اللي بغى يقطعو حتى على 4 يقطعو، يعني هما من الاحسن كيجيو شويه كبار هكا على 3 احسن. صافي من بعد ما قطعتهم كناخذ هنا واحد شويه ديال صفار البيض مع شويه الحليب، خلطتهم مزيان وغادا ندهنهم. من بعد ما كندهنهم كندردر ليهم شويه ديال حبوب الخشخاش اولا الزنجلان اللي عندكم. والفران كنكون شاعله كيسخن، الفران خصو يكون سخون. انا درتو على 200 درجه، من الاحسن يطيبوا على عافيه مهيله. وها هما من بعد ما طابوا كيجيو مقرمشين وكيجيو بنانين، يعني بالنسبه لرمضان صراحه كيجيو زوينين. وديك القرمشه كتبقى فيهم واخا كيبردوا حتى الغد ليه كيبقاو نفس التقرميشه فيهم. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم وبالصحه والراحه.